إياه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، نكمل إن شاء الله ما بدأناه من هذه السلسلة النورانية العظيمة، ألا وهي رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في خير القلوب بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها قلوب أصحابه فجعلهم وزراءه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. فأفضل القلوب وأفضل البشر بعد الأنبياء هم صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بحول الله وقوته نتحدث عن نجم آخر من هؤلاء النجوم، ونقول أيضا وإن لم يكن معروفا لدى الكثير من المسلمين، ولكنه كما قلنا أن العبرة أن يكون معروفا عند المولى سبحانه وتعالى. وكما قلنا كم من هو معروف ومشهور في الأرض مجهول في السماء، أي لا يعرفه أحد من أهل السماء وإن كان أشهر أهل الأرض ما دام بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم نتحدث عن صحابي جليل من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل كان من أكثر الصحابة إقداما في الجهاد، حتى أنه قد شهد بدرا وأحد والخندق وكل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الإقدام كان هذا الصحابي أكثر الصحابة تبسما وضحكا ومزاحا، حتى أنهم لقبوه بضحاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو الذي كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل السعادة والسرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة ضاحكا، يدخل الجنة ضاحكا، مع أنه هذا اليوم يوم عظيم ويوم الحشر وكذا وكذا وقليل اللي يتبسم حتى، إنما هذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة ضاحكا. هذا الصحابي اسمه نعيمان بن عمرو الأنصاري. سيدنا مين؟ نعيمان بن عمرو الأنصاري. سيدنا نعيمان رضي الله عنه كان أكثر الصحابة مزاحا في المدينة المنورة، يعني أكثر واحد بيضحك الناس ويبسطهم ويدفعهم سرور هو مين؟ سيدنا نعيمان. يعني زي ما بيقولوا كده في لغتنا الدارجة كده، يعني كان بتاع مقالب، يعني كان يعمل مقالب في الصحابة، وما حط النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك لهذه المقالب يعني.
فنذكر بعضا من هذه الطوائف التي كان يفعلها لنؤكد أنه يدخل الجنة ضاحكا لكثرة ضحكه في الدنيا. من رضي الله عنه وارضاه من مواقفه العظيمة والظريفة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ومعه ناقته، فأناخ الناقة هذا الرجل على باب المسجد مع الناقة بتاعته كده جابها وراح ربطها قدام المسجد. فكان سيدنا نعيمان خارج المسجد هو بعض الصحابة يعني بابا، فبعض الصحابة قالوا يا نعيمان ألا عقرت لنا هذه الناقة فنأكلها فقد ألمنا إلى اللحم، يعني إيه رأيك يا نعيمان تقوم تنحرها دي وتوزع اللحم علينا احنا يا أخي جعانين كنا صحابة. فقام سيدنا نعيمان فنحرها وعقرها ثم قسم لحمها على فقراء المدينة. فخرج الرجل من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدور على الناقة كان مستقيم، فقال وعقراه يا محمد وعقراه، يعني الناقة تحتي اتعقرت مش قاعدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من عقرها؟ مين عمل العملة دي؟ يقول كده. فالصحابة قالوا يا رسول الله عملها وفعلها نعيمان، نعيمان هو اللي عقر. فبحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد ذهب إلى بيت طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن سيدنا المقداد. دخل بيت عندهم وفي حفرة كده في البيت، راح نزل فيها وقال رطوني بسعف النخيل، رطوني بالجديد كده والعفش شو في خالص، وقعد لابس في الحفرة دي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت وقال هل رأيتم نعيمان؟ حسبكم نعيمان؟ فسيدنا المقداد مش هيك بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان نعيمان أمل أنه ما يقولش عليه يعني. فسيدنا المقداد قاعد كده يقول له ما رأيناه يا رسول الله، ما رأيناه. وهو كان من الدار مش شايف، يقول له ما رأيناه مشاور على مكانه. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعد أن مسح التراب صلى الله عليه وسلم على وجه سيدنا نعيمان قاعد في الحفرة، قال يا نعيمان ما حملك على هذا؟ ايه اللي خلاك عملت كده؟ قال والله يا رسول الله الذين دلوك عليه، اللي قالوا لي عليه هم اللي قالوا له وزنوني اني اذبح. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم من على ثوبه وعلى وجهه التراب ثم غرم ثمنها لصاحبها. يقول الصحابة والله لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك عاما كلما تذكره، سنة كان يستدعون يذكر العام الثالث من المعلومات يضحك صلى الله عليه وسلم. ومن مواقفه أيضا رضي الله عنه الطريفة أنه خرج مع سيدنا أبو بكر ابن الصديق رضي الله عنه في تجارة إلى مدينة بصرة. بصرة دي مدينة من مدن الشام، وكان معهم واحد ثالث اسمه سويبط. يبقى دخل سيدنا نعيمان سيدنا سويبط راحوا مع سيدنا أبو بكر في هذه التجارة إلى بصرة في الشام. وكان سويبط ده هو المسؤول عن الطعام وعن الزاد. يعني سيدنا أبو بكر قالوا أنت مسؤول على الأكل والشرب، يعني الطباخ بتاعهم الماسك المطهاية اللي ماسك الماء بتاعتهم. ففي يوم من الأيام هم في السوق فسيدنا نعيمان جاع، فذهب إلى سويبط قال يا سويبط إني جائع أنا عايز آكل. قال انتظر حتى يأتي أبو بكر، عشان مضلع ولا حاجة من أكل غير ما يجي سيدنا أبو بكر كان بيده كده مرة في السوق. قال يا سويبط إني جائع، قال لا حتى يأتي أبو بكر. طبعا سيدنا نعيمان جعان واتضايق عن أهله، قال له خلاص مين مسيبه كده ومشى
في السوق كده شوية تيجي جماعة تجار، قال لهم: هل تشترون عبدا؟ معي عبد أريد أن أبيعه. طبعا سيدنا صهيب مش عبد ولا حاجة، حر يعني. قال: معي عبد على الشري، تشتروه ولا نشتري؟ قال: بس في شهر دلوقتي أول ما تروحوا تاخذوه هيقول لكم: لا أنا حر مش عبد، ده العيب اللي فيه الوحيد، تاخذوه على عيبه ولا من أولها كده ما تفسدوش عليه البيعان. قال: لا ناخذه على عيبه. فراح أعطوا له 10 من النور، 10 جمال ثمن العبد بتاعه، هو مش عبد أصلا سيدنا صهيب. وأخذ النور تحته ومشى بيها وراحوا لسويبة. فراحوا له: هيا بنا لقد اشتريناك من سيدي. قال: أنا حر. قال: هو أخبرنا ذلك، هو قال له برضه فيك القصة دي وهتقول أنا حر ومش عبد. وراحوا كتفوه وأخذوه وألبسوه عمامة العبيد يعني، ومشيت بيه في السوق. فحسب سيدنا أبو بكر قدم لقوا مكتفين سويبة. قال: ما تصنعون؟ قالوا: هذا عبدنا قد اشتريناه. قال: اشتريتوه من؟ قالوا: هذا رجل. شرع على مين؟ على نعيمان. فقال: إنه حر. ما هو ثمنه؟ قال: 10. فجاب 10 سيدنا أبو بكر وأعطاه لمين؟ لأصحابه وفك بهم سويبة. فالصحابي سيدنا نعيمان ده كان دائما مجاله كده، دائما مجاله يعملها مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سموه مين؟ سموه ضحاك النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طرائفها أيضا التي فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان إذا دخل السوق ذهب إلى يشتري أي بضاعة كده من الأكل والطعام والشراب، يعني أي حاجة كده، مثلا راح الدكان فهي كده كويسة، يروح ياخذ من الدكان كل حاجة اللي عاوزها ويذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله هذه هدية مني إليك، هذه هدية مني إليك. يا بقى التاجر يقول له: فين الفلوس يا نعيمان؟ قال: ثمنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ ثمنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروح التاجر يقول: يا رسول الله أريد ثمن بضاعتي. في سيدنا نعيمان قال: يا نعيمان ألست قلت أنها هدية لي؟ قلت دي هدية منك؟ قال: يا رسول الله والله وجدتها حلوة فأردت أن تأكل منها يا رسول الله وليس معي ثمنها. أنا والله عارف يعني بدي الحاجات دي وأنا معيش ثمنها، فعاوزك تأكل مني. من مواقفها أيضا وهندخل فيها إن شاء الله سيدنا نعيمان أنه كان في المسجد وقاعد كده ودخل رجل شيخ كبير في السن عنده حوالي 115 سنة كما تقول الروايات، وكان كثيف البصر. فأراد الرجل أن يبول، فمش عارف يقول فين، فأخذ سيدنا نعيمان كده وفي الجامع كده على جنب بس وقال له: هنا قل هنا، أنت عايز تقدر حاجة كده هنا. فالراجل قعد هيشمل يقدر حاجة وقام الصحابة عليه: ازاي انت؟ قال: طب مين اللي جابك هنا؟ قالوا: ده نعيمان اللي جابك هنا، ده الجامع تبعك فين؟ قال: طيب والله لو مسكت نعيمان لهضرب بالعصا بتاعتي حتى اشد راسه بس اتلم عليه. المهم مرت فتره ونسي هذا الرجل الموقف ده. فسيدنا نعيمان راح له قال له: اتبحث عن نعيمان؟ قال: نعم. اين هو؟ دلني عليه عشان عايز اكله. قال له: تعال. مثلا سيدنا نعيمان وين؟ وسيدنا عثمان بن عفان واقف في الجامع بيصلي، في المسجد بيصلي. قال: هذا هو امامك نعيمان. فالراجل راح رفع العصايه وراح ضارب سيدنا عثمان بن عفان حتى شج راسه. سيدنا عثمان كان لما يصلي يقول كان لا يلتفت رضي الله عنه، يعني لو قدامه اي حاجه يعني شاف راجل هذا بس ما يخش باب المقام فضربه. فقالوا: يا رجل إنك ضربت عثمان. قال: عثمان؟ إنه نعيمان. قال: الذي أتى بك إلى عثمان هو نعيمان، يعني جابك هو نعيمان. فكان الصحابة كلما تذاكروا مواقف سيدنا نعيمان كانوا يضحكون منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك منها حتى قال أنه يدخل الجنة ضاحكا. هكذا هو
هو ديننا، دين التبسم، دين البساطة، دين المرح، لا دين تقطيب الوجوه ولا التكشيرة لا الأمور. والدنيا كانت عندهم أبسط وأقل من أن يرضوا لأجلها. مين هذا الصحابي حدثنا عنه؟ سيدنا نعيمان بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذكر سيرتهم، وأن يدخل علينا وعليكم الفرح والسرور بذكرهم وذكر أخبارهم رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.